توقعات يوم الأحد الموافق 12 مارس 12 أذار 12/3/2023. هتحتاج النهاردة في يومك إنك تلاقي دفء وئام أكتر، حب أكتر، هتبتدي تتهادف أكتر، إنك تعمل أفعال لحد كبير جدا هتبقى ضمن كل ده براحتك وفي حياتك بقدر الإمكان. هتلاقي النهاردة يوم الأحد أخبار حلوة جدا هتبقى بتتعلق بصحة شخص انت بتعرفه. يوم الأحد مش بس يوم سعيد علشان تعمل فيه محادثات حول حاجات كتير ممكن تبقى بتأثر عليك، أو حتى حاجات مفروض تبقى انت ممتلكها بتأثر عليك. هيمشي كتير النهاردة لمكان مش مناسب ليهم في مهمة معينة هتبقوا مرتبطين بيها جدا في بداية اليوم أو في نهايته. هيبقى اليوم في أخبار، في أحداث، في تجارب مش متوقعة بنسبة كبيرة جدا لينا. هيبقى في شوية محادثات، في شوية نشاط يعتبر مشترك لحد كبير، في تشكيل للخطط، في التزامات مع أشخاص يعتبروا قريبين مننا. هيتم اليوم اجتماعات وزيارات مختلفة جدا جدا مع أشخاص قريبين مننا وحتى بيعتبروا من معارفنا. ويوم الجمعة هيبقى عندك ارتباطات أولية مع أطفال كتير بيتعلق بالشباب بنسبة كبيرة جدا هتكون متعلقة بإنجازاتك الشخصية. بشكل عام هيبقى يومك بيهيأ ليك ظروف مواتية جديد عشان تحقق خطط مهمة جدا في يومك ده. هتبقى قادر عشان تتواصل بسهولة أكبر مع كل الأشخاص اللي حواليك. عندك معارف هتنشأ من خلالهم تطور واضح جدا، هتفكر فيه كتير من الأفكار الجديدة اللي هتبتدي تظهر في محادثتك مع أشخاص حواليك. يوم الجمعة هتتوقع رد من دعواتك واقتراحاتك، مش هتثني في اليوم ده مشاكل في الأسرة أو ممتلكاتك القابلة للحل. في صراع مع جار أو شخص منخرط في كتير من الأعمال اللي هتبقى عندك التزام فيها هتتعلق بممتلكات خاصة فيك مع أشخاص بيقربوا لك. الوقت مناسب جدا عشان تفكر وتشوف مستويات جديدة من موقفك، هتبقى خاصة جدا بالعمليات اللي هتبقى بتنسجم فيها مع تدخل عطارد اللي بيعتبر رجعي مع زحل في الصباح ده. النهاردة هيشكل مع عطارد الوراء سداسي مع كوكب الزهرة، هيبقى بيثير رغبتك في انك تتعاون في ثناء واضح، في تشجيع، في تعبير عن عواطفنا. هنميل اننا نحلل علاقتنا خاصة علاقتنا القديمة بالإضافة لتفضيلات كتيرة ومشاعر واضحة جدا. هتبقى التواصل مع الأشخاص من ماضينا ممكن جدا في اليوم ده، وهنتجه لكوكب الزهرة وزحل، ودي طاقة مناسبة جدا عشان تشجعك علشان تفرز مشاعرك. هنبقى بنتقرب أكتر من الحب والعلاقات والمال، وهندور عن متعتنا بطريقة أكتر نضج ومسؤولية ومتوازنة. الوقت مناسب جدا عشان تثبت علاقاتك وتظهر عاطفتك من خلال الدعم العملي اللي عندك والخدمة، وتعرف تظهر الولاء. هيفكرنا كل ده بالتأثرات اللي بتبقى خاصة بقيمتنا فيها ثبات موثوقية أكتر. هيولد نظرة واقعية ممكن تبقى مادية لعلاقات كتيرة. هنبقى بنتمتع بمسؤوليات حلوة جدا في شغلنا، وواجباتنا هتبقى أكتر من أي وقت. هنقضي القمر النهاردة في برج الدلو المنصف، هيبقى لحد حلول القمر الجديد في يوم 19 من الشهر. هيبقى الوقت أفضل عشان نرتبط بأطراف كتير سايبة عندنا بمجرد أننا نتخلى عنها.